بين الزاوية دي بنعشقها داخل الخرسانة علشان خاطر تبقى داخل الخرسانة وفوق البانل. طبعا لازم البانل يكون بميل علشان خاطر اي مطر او اي حاجه ما تنزلش في الداخل. ميزه المهندس الشاطر ان هو في المساحات الصغيره بيعمل تعديل معماري محترم يقدر يستفيد بكل شبر في الوحده. هنا البلكونه هنا ده الليفنج. البلكونه طبعا هنا عملنا البلكونه خاصه بالليفنج فقط لا غير. كان الجزء ده كله تبع البلكونه زي ما انتم شايفين، الجزء ده بالكامل كده كان تبع البلكونه، فضفنا له الغرفه عشان نكبر الغرفه لان الغرفه كانت صغيره جدا. استفدنا بالمساحه بتاعت البلكونه ودخلناها معانا في الغرفه. السلام عليكم، معاكم المهندس ابراهيم من شركه المعمار الذهبي. النهارده معانا موقع في وسط البلد، عملنا سندوتش بنك. تعالوا نبص عليه. هنا البنل، طريقه تركيب البنل بالشاسيه. انا عاوز اوضح نقطه مهمه جدا في تركيب البنل. لما بنيجي نركب بنل بنعمل شاسيه حديد محترم زي ما حضرتك شايفين كده، وبنعمل فوق فاصل بين الكار وما بين البانل بتاعنا في زاويه بتركب من فوق. ان شاء الله اوضحها لكم في صوره. بنركب زاويه، بين الزاويه دي بنعشقها داخل الخرسانه علشان خاطر تبقى داخل الخرسانه وفوق البانل، بحيث ان لو ميه نزلت ما تنزلش تعدي ما بين الفراغات الموجوده هنا. يعني لو في ميه نزلت من فوق في مطره ولا حاجه مش هتعدي خالص منها، لان في زاويه فوق فعلا متعشقه داخل الخرسانه وجايب ميل. طبعا لازم البانل يكون بميل علشان خاطر اي مطر او اي حاجه ما تنزلش في الداخل. طبعا في طبقه عزل من فوق. طبعا الحاجات دي مش واضحه في الفيديو، ان شاء الله باذن الله في صور هعرضها على الفيديوهات بعد كده بتوضح طريقه عزل البانل من فوق وطريقه الفاصل اللي بيبقى بين الخرسانه وبيبقى بين البانل علشان خاطر اي مطر او اي حاجه في السقف ما تنزلش تحت فين في الشقه. ميزه المهندس الشاطر ان هو في المساحات الصغيره بيعمل تعديل معماري محترم يقدر يستفيد بكل شبر في الوحده، وده نوضحه في الفيديو ده بعد اذنك. هنا عندنا اول ما دخلنا المساحه صغيره جدا، فاضطرينا ان احنا نعمل المطبخ نعمل له بار امريكان علشان نستفيد بالمطبخ بتاعنا. تمام، فاحنا اصلا رحلنا البار شويه عشان نعمل مطبخ امريكان. وهنا الحمام عملنا حمام برضو في مساحه مش كبيره بسبب ان المساحه هنا صغيره جدا. تمام، هنا عندنا البلكونه العميل مش مستفاد بالبلكونه خالص، فاحنا اقترحنا على العميل ان احنا نعمل البلكونه ندخلها معانا في الغرف. هنا البلكونه هنا ده الليفنج. البلكونه طبعا هنا عملنا البلكونه خاصه بالليفنج فقط لا غير، لكن الغرف من الداخل هنا. تعالى الغرفه دي هنا كان الجزء ده كله تبع البلكونه زي ما انتم شايفين، الجزء ده بالكامل كده كان تبع البلكونه، فضفنا له الغرفه عشان نكبر الغرفه لان الغرفه كانت صغيره جدا. تمام، والغرفه الثانيه برضو كذلك عملنا نفس النظام. استفدنا بالمساحه بتاعت البلكونه ودخلناها معانا في الغرفه. ان شاء الله باذن الله هنتابع معاكم باقي المراحل في الفيديوهات القادمه باذن الله. السلام عليكم.